واش كلات شي حاجه، واش شي يقرقوا بي، واش ما نعرف. المهم كنديوها للاطباء، ديتها الفاس، ديتها المكناس، والو. كيما كتمشي عند الطبيب كيشوف فيها، كيقيل لك كيعمل لك الورقه، كيقول لك صافي سير من 8 ايام ولا 9 ايام رجع عندي صافي. وكما كتشوف كل نهار كتزيد الحاله ديالها، كل نهار. دابا 15 يوم هادي باش طايحه. امي مريضه وهي مريضه، وغير انا اللي خدام عليهم. امي خلاص مشات لاخر البركان باش دار الخوادري ديالي باش يعالجها. حتى هو غير خدام تما، شادو واحد الفيرما. الوالده ديالك واش هي؟ كان كطاح تفوش على شي عرق في الراس، والاخر مات له واحد النص هكا، النص ديال الجهه اليمنيه مات له واحد، الاخر واحد اليد. دابا ما بقاتش كاع الاخر هذيك اليد كاع ما بقاتش كتحرك ما والو. واش هي كانت كتناول هادشي؟ واش كانت كدير الشيشه؟ واش كانت كدير هاد المشاكل؟ ما نعرف. انا كنمشي دابا للدار. كيسولوا انت اخت وانت قريبه من اختك. قريبه منها. انا كنمشي للدار كنشوف زعما ما عمرها عاودت لي شي حاجه، زعما لقى عليها شي حاجه ولا شي ريحه بحوايجها ولا الرفاقه ديالها. كتعرفي صحاباتها؟ كنعرف صحاباتها، ولاني ما كيعاودوا لي والو عليها. راه كنسولهم لدابا ما عمرهم قالوا لي شي حاجه. المهم امتى وقع لها هادشي؟ دابا راه قلت لك شي 18 يوم عادي ولا اكثر باش وقع لها هادشي، باش طاحت صافي تخلخلات هذاك الشيء. دابا اللي كلات ما نعرفوش شنو كلات كاع، واش المخدر، واش الماكله اللي كلات. هي كتقول لي راه الماكله اللي كليت. فاش بقيت معاها قبل ما تخلخل في العقليه ديالي، قالت لي راه شي حاجه تعطات لي كليتها في الزميطه. والناس عاوتاني تيقولوا راه كمات هذاك الشيء، تعطى لها كماتو في الشيشه وهذا. شفتوا الفيديو؟ كاين واحد الفيديو اللي كيوثق انها كتكمي في الشيشه. كاين واحد الفيديو في التليفون ديالها لقيتو وعطيناه للبوليس. لقينا في التليفون ديالها انا وخوتي نيت، حيدنا لها التليفون فاش لقينا نيت راه فاش عاودتنا شنو كدير، ولقينا الفيديوهات في التليفونات صافي. وعطيناهم للجندار باش يشوفوا شنو واقع، يديروا خدمتهم عاوتاني هما. شنو كيبان في الفيديو؟ شنو قال لك؟ الفيديو فيه الفيديو عادي كيشيش هذاك الولد وكيبزز عليها، كيعطيها تشيش، ودار لها الفيديو في التليفون ديالها وداير لها تصاور. الا كتمشي عنده للدار كيحلها الباب. ومرت خوها انا عاودت لي قالت لي راه كتجي عندنا للدار، كندخلها للدار. وقلت لها قالت لي هاد الايامات كتجي عندنا قبل ما يوقع لها هادشي، قبل ما طيح. قالت لي كتجي عندنا وكندخلوها للدار، كنعطيها الماكله، كتجيب شي مرات الماكله. جبت واحد النهار قالت لي بغرير، جبت شي زميطه ورميناهم في الزبل. قلت لها انا اختي ما دير لكم والو، واخا تجيب لكم الزميطه وتجيب لكم بغرير ما غدير حتى حاجه. شنو غدير فيه شي حاجه؟ راه نتوما اللي درتو لها هادشي. ودابا هذاك اللي سبب لها كاع في هذاك والفلاش الشيشه وهذا، درنا عليه الشيكه انا وخويا الكبير وخويا الاخر، وعطاو الفلوس وهذا وخرج من المحكمه. حيت حنا مساكن ما عندناش، عطاو 2 المليون، حنا ما عندناش اللي نعطيو باش ناخذ حق اختي انا من هذاك السيد. ولكن اليوم راه كانت جلسه اختي اليوم في القضاء، واليوم الحمد لله القضاء واخد الامور ديالو. كاينه يعني اليوم سمعنا انه يعني على حساب ما قال لي دريس انه تم يعني اليوم تحويل القضيه عند قاضي التحقيق، وغيتم يعني التدقيق في هذا الملف هذا. كنعرفوا ملي كتحول القضيه عند قاضي التحقيق ما كنبقاوش اذا هنا يعني لك. كذلك تحت عند السيد وكيل الملك يعني القضيه خدات واحد البعد اخر الان، يعني دخلات تطورات الامور، خصوصا من بعد يعني الهزه اللي تهز القنبله اللي خلقاتها هذه القضيه هذه بالنسبه للراي العام الوطني والتعاطف الكبير. فكان تفاعل كبير ديال صراحه السلطه القضائيه اللي كنوجهوا لها اغلى تحيه من هذا المنبر هذا. وكذلك الدرك الملكي اللي يعني لا في المحاضر ديالهم لا في المسائل ديالهم لحدود الان. يعني انتم شنو يعني البارح شفتي الحاله ديال اختك؟ شفتها البارحه. كنت البارح جيت البارح نهار كله وانا في الدار، ودا خويا نيت للسبيطار داها المكناس، داوها قالك تزور شي سيد ياك ما كينقولوا زعما ياك ما مسكونه ولا تقاست وهذا. مشات لسيدي علي داوها زارت تما ودازو على مكناس، ودوزو لها في مكناس وشراو لها الدواء وديناها الفاس. وهذوك اللي حباب هذوك اللي كيديها كتشيش داوها كراونا الطوموبيل، وعاود كراو عنا ديناها الفاس وديناها عاوتاني لازرو. المهم الدويات الصاك ديال الدويات ما كتمشي للطبيب كيخرج لها الدواء ما كيدير لها والو. داكشي عندها في العقليه ديالها. راه فداها واحد مولات الطوموبيل حمراء راه راكبه معاها. شكون مع من راكبه؟ هاجر راكبه مع مولات الطوموبيل هاكاك. شكون هاد مولات الطوموبيل؟ حنا بغينا نسولوا بهذا الشيء دابا. بهاد مولات الطوموبيل خصها يديروا البحث ديالهم. شكون هاد المراه اللي عندها طوموبيله حمراء؟ خصنا نديروا البحث نشوفوا. وراه مصوره
في ديك مولا الطوموبيل الطوموبيل الحمراء واش صاحبة هاجر ولا ما عرفناش، تمشي معاها؟ ما عرفناش، ما نكذبوش، ما عرفناش، عرفتيها انت اختي؟ لا ما كتعرفيش عرفتش هادشي؟ انا. ما عرفناش. كيقول دابا قالوا لينا كاينه طوموبيل الحمراء عنده وحده تتقبل بقر ديالها داروش، كاينه وحده فيتعمروا عليها، واليوم شديت سميتو فازرو. نعم نعم. كانت كتجي عندك هاجر الازرو؟ انا هنا، انت ساكنه هنا حدا؟ انا هنا كتجي عندك كدور تاجي عندي، تنمشي عندهم للدار قبل ما يرحلوا لهنا، تنجلس معاهم. وكان كيبان لك على الدريه انها مبليه ولا انها لا 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 انت لا مرأة، لا لا وتبارك الله مراه ومربيه لا 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 عارفه هذاك الشيء شتي، هذا الشيء اللي مديولها غير السيطات غفله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة في كل مكان، اللي هنا واللي لداخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل، وتحياتي لبنات الأصل. إخواني المشاهدين، قبل ما نبداو تفاصيل هذه الحلقة، لأول مرة يشوفنا ولأول مرة يشوف القناة ديالنا، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. هذه الحلقة جد مؤثرة. علاش قال لك واحد المثال، سيدي عدي واللي حصل لي ودي. لا اله الا الله. اخواني المشاهدين، اليوم جينا نهضروا على واحد الشابه اللي عاد في العمر ديالها، اخواني المشاهدين، اللي تبلغ من العمر ديالها 16 سنه. 16 سنه اخواني المشاهدين، وايه في الجمال، ايه في الجمال، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وهذا الشيء كيدمع له القلب، يدمع له اخواني المشاهدين. وهاد السيده كما شفتوا في المقتطفات، هاد الشابه كما شفتوا في المقتطفات. لان قبل ما نبداو تفاصيل هذه الحلقه، نوصي اي بنت ما ديرش الثقه، ما كانش الصحابات، وسيرتو هاد البنات المراهقات. هاد اللي غادي نسميها انا، هاد الشابه هذه اللي هي عاد مقتبل العمر ديالها، اللي راه يستناها مستقبل، يستناها زوج، يستناها مانيش عارف، وآية في الجمال. إخواني المشاهدين، مشاو داروا لها شي حاجة، حمقوها، هبلوها، بقات تنتف شعرها، تقلع شعرها وتنتفو تضرب راسها بداك الشي اللي داروه لها. ولكن من طيح البقرة يكتروا الجناوة. واحد يقول لك صاحبها دار لها القرقوبي في الشيشة، الاخر يقولوا لك انه داروا لها السحور ولا وكلوها التوكال في الزميطه، الاخر كيقول لك انها ركبت مع واحد الانسانه اللي عندها واحد الطوموبيل اللي هي لوطو حمراء، كانت توصلها للدار. يعني كلها ويلغاو بلغاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكن السلطات راه دايره التحريات ديالها. ولكن اخواني المشاهدين، علاش انا بغيت نوصي هاد الناس، وماذا بكم تبارطاجيو هاد الفيديو باش يشوفوه الناس بزاف، وديروا لنا لي لايك والبارطاج. انا بغيت غير نوجه واحد الرساله. واش نتوما ملي كتمشيو تحطوا رسالكم على الوساده وتنعسوا وتشوفوا ديك السيده، لحقاش كاينين اخواني اخواتي الكرام، كاين اللي تغير منك، كاين اللي تكون اللي كاين ولد ولا بنت ولا ايوه ما عنده، ما يكسب، ما يعلم، عنده غير الله سبحانه وتعالى، ما عنده قصوره، ما عنده ديوره، ما عنده فلوس، ما عنده والو، كيبغيو يغيروا فيه المنكر، كيهبلوه. بحال هاد البنت، هاد الشابه هذه، يمكن شافوها ايه في الجمال، لا اله الا الله محمد رسول الله، عاد باقيه مراهقه، يعني بغاو شافوا قالوا انها غادي يكون عندها مستقبل، ولا غادي شي واحد يديها، ولا اوروبا، ولا ما راكم عارفين اخوان المشاهدين. كاين اللي عقلوا فيه الغسول وداروا لها شي حاجه، حمقوها. ولكن الغريب في الامر انه كان قال لك كانت تدخل ديما عند واحد الشاب، كان الشاب، وهذا هو اللي بغيت انايا السلطات تحرك في هذا الشيء هذا. كتدخل عند هذاك الشاب بموافقه الام ديالو، قالت لك الام ديالو كتحلهم الباب وكتدخل ديك الدار، وقالت لك شنو اختارت ديك الشابه، كتمشي تجيب، يعني كتجيب لهم الماكله، وقالت لك هما كيرميوها في الصليح. يعني قالت لك انهم تنواو الا كانت تكون دير شي حاجه في ديك الماكله. وشوفوا اخواني المشاهدين، هذه الاخت ديال الشابه هي اللي صرحت بهذا التصريح هذا. لهذا اخواني المشاهدين، يعني كانت تدخل عندها وقالت لك لقاو واحد الفيديو عندها في التليفون انها كتشيش، وكتشيش مع هذا الدري هذا اللي كان يدخلها للدار، وكان يسيف عليها الشيشه، يقولها كيشيشي بالسيف. اخواني المشاهدين، يعني كيسيف عليها داك الشيء هذاك. والله اعلم، احنا ما غاديش نقولوا
واش كنينه، واش قرقوبي، واش شي حاجه اخرى، حنا ما غادي نقولوا حتى شي حاجه، لان شكون اللي راه عالم داكشي اللي داروا لهاد الناس؟ والله سبحانه وتعالى. يعني اخواني المشاهدين هاد يكونوا على يقين، المهلوسات، القرقوبي، ليكستا كاع يديروا هاد الشيء هذا، المعجون كاع يدير هاد الشيء، كاع هاد الشيء كامل سببه المخدرات. لان نعرفوا ناس بزاف داك المعجون اللي كيقولوا يضحك، داك راه مخدر اخواني المشاهدين، كيصاوبوه بشطق الجمل وكيصاوبوه بزاف ديال الصوالح، وهذاك الشيء كيهبل. اخواني اخواتي الكرام، لان غادي نقول لكم انا مع هذا المنبر تجنبوا عليكم، سيرتوا الناس وسيرتوا هذوك المراهقين، وغادي نقول لكم حداو بناتكم دوك اللي عندهم 16 عام 15 عام، هذوك حداوهم لانهم مراهقات، ويقدر اي واحد يلعب لهم على العقول ديالهم، استغلال العقول الضعيفه. وسيرتوا هذوك الناس اللي كيبيعوا دوك اللي مسيطرين، اللي كيبيعوا دوك المخدرات وكذا، يعني كيسيطروا على هاد، يعني شحال من وحده تقول لك ايوا عندي صاحبي كيبيع المخدرات وعندي كذا، يعني كيتعناو بهم اخواني اخواتي الكرام باش كيعطيهم المهلوسات باطل، باش يستغلوهم جنسيا ويستغلوهم بجميع ابشع الطرق. لهذا نقول لكم اخواني اخواتي الكرام دائما، والامهات سيرتو نوصي الامهات يحدوا بناتهم، وسيرتو في هذا اللاج هذا. ها انت سيدي عدي، حنا نهار الاول اخواني المشاهدين كنا نهضروا على سيدي عدي انه فيه النصب والاحتيال، فيه هذوك الملاهيط كينصبوا على الناس، ينصبوا على المحسنين. يعني هاد سيدي عدي تقول ضربتها شيعين ولا ضربتها شي لا يستروا صافي. كيقول لك واحد المثل اللي تلف لي انايا، يقول لك يدخل له مفقود والراجع منه مولود، والله ما عرف كيقولوا انا غلطت في شي حاجه سمحوا لي. ولكن اخواني اخواتي الكرام هاد الشيء خطير. انا شفتني بزاف الام ديالها قال لك مشى لها النص، فيها مرض القلب، الطونسيون، والسكر، زيد عليها قال لك الاخ ديالهم اللي كيخدم عليهم ما عندهم حتى شي حاجه، ولكن البنت ايه في الجمال ما شاء الله. اخواني المشاهدين نتوما بكثرت ما كانت تنتف شعرها، داكشي اللي عندها في الراس، قال لك كانت عاديه. شوفوا اخواني المشاهدين، شوفوا سبحان مبدل الاحوال. اليوم كانت تضحك، غدا صافي راه هبلت مشات، يعني ما بقى لها لا عقل لا حتى شي حاجه. السيده كانت بشعوراتها بسوالفها زينه ما شاء الله. انتم اخواني اخواتي الكرام خطره وحده انها تقول هزت بنت وحطيت بنت. هاد الشابه اللي اسمها هاجر انها تفقد العقل ديالها دروكي وكتنتف شعرها وتضرب راسها وما تنعش، وتقريبا 18 اليوم ما كلاتش وما جاتهاش النعمه في الفم ديالها. هذاك الشيء اللي داروا لها مانيش عارف، كيقول لك داروا لها القرقوبي في الشيشه، ولا كيقول لك انها داروا لها التوكال في الماكله وفي الزميطه، يعني كلها وشنو كيقول. ولكن انك تقول الاخت ديالها كتقول بان يعني السلطات مشاو حاكموه هذه، قالك ولكن هذاك السيد دفع 2 ديال المليون وخرج. قالت لك مسكينه انا شفتني، قالت لك احنا ما عندناش باش ندفعوا باش ناخذوا الحق ديال بنتنا. اختي العزيزه غادي نقول لكم من هذا المنبر كاع اليوتيوبرات غادي يكونوا معك وحنا رحنا معك حتى يوصل الصوت ديالك. والحمد لله الان القضيه راه في يد وكيل الملك وفي يد قاضي التحقيق، لان ما كانش باك صاحبي وما كانش هذا ميزه ولا دفع، لان غادي تولي قضيه راي عام. واللي دار لهاد السيده هذه اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، واللي دار لهاد البنت هاد الشابه الجميله بحال هكا غادي ياخذ العقوبه ديالو. كونوا على يقين في الارض هنايا قبل في الدنيا قبل الاخره، وغادي ياخذ العقوبه ديالو ان شاء الله. وحنا معاك حتى تمشي هاد القضيه وربي يعافيها ويشافيها. الحمد لله يقدروا يدخلوا روقات في هاد القضيه هذه، يقدروا يدخلوا بزاف ديال الناس، اطباء يقدروا يدخلوا بزاف ديال الناس باش يساعدوا هاد الاخت هذه، هاد الشابه الجميله اللي كان يستناها مستقبل زاهر، اللي كتبلغ من العمر 16 سنه، لانها عاد قصيره. وكان يستغل هذاك المجرم ويدخلها للدار ويعطيها الشيشه باش تكيف. اخواني اخواتي الكرام، ولكن خصهم كاع يديروا البحث في هذا الشيء. يعني كانت مولا الطوموبيل، يعني يدخل هذاك مانيش يدخلها هذاك الدري، وهي اللي كتدوي بها، كتدوي غير على واحد البنت، كتقول لهم هذه فاعله يعني كتدوي على شي وحده بالاسم ديالها، كتقول لهم هذه خانزه وهذه كذا، وكتهضر غير بوحدها. اخواني اخواتي الكرام هذا الشيء كيدمع له القلوب. لا اله الا الله محمد رسول الله. لهذا غادي نقول لكم تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وغادي الى
تبلغنا او شفنا شي حاجه جديده غادي تشوفوها نتوما الاولى ان شاء الله. تحياتي لكم.